قبل ما نبدأ حكايتنا حابب أعرفكم إن ده هيكون الموسم الرابع من بين 10 كلاسيك، فلو لسه ما شفتوش الأجزاء اللي قبل كده هسيبها لكم تحت في الوصف، واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم بقى بين 10 إليان فورس وألتيمات إليان أول ما ينزلوا. ويلا نبدأ حكايتنا. الحكاية بتكمل في المستقبل مع بين 10000 واللي دلوقتي بيكون عمال يتقاتل مع فولكانوس لحد ما بيديله قنبلة وبيرميه في فراغ العدم وبيقضي عليه، وبيرجع بعد كده البيت لأن عيد ميلاد ابنه كيني النهارده، وبتتصل بعد كده عليه جوين وبتعرفه إنها مشغولة جدا ومش هتعرف تيجي، بس بتبعت له الهديه بتاع عيد ميلاده، وابوه بيديله بعد كده هديته وهي الاومنيتريكس، والولد بيفرح بيها جدا بس بيكون متضايق لان والده حاطط له فيها 10 فضائيين بس، فبيقول له لو مش عاجبك هاتها، فبيقول له لا عجباني. بس في اللحظه دي بيشتغل جهاز الانذار، فبيتحول بين وبيجري فورا من المكان وبيجري وراه ابنه، لكن بين بيهزم الفضائي لوحده، وده بيعصب الولد جدا لانه كان عايز يشارك، وبيتضايق وبيمشي من المكان وبياخد الزلاجه بتاعته كده وبيفضل طاير في الهواء، واثناء ما هو ماشي بيجي له ولد اسمه ديفلين وبيقول له ما اتفرجنا على الفضائيين بتوعه، فبيتحول بين وبيفضل يتنطط كده عشان يبهره، والاتنين بيتعرفوا على بعض وبيبقوا اصحاب. بس اثناء كلامهم بين بيكلم كيني فبيودع كيفلين وبيمشي من المكان وبيرجع بعد كده البيت، لكن بالليل بيرن جرس الانذار، فبياخد بين ابنه وبيقول له انهم هيتعاونوا النهارده مع بعض، لكن اول ما بيشوف كيفن قدامه بيقول له يجري فورا، فبيقول له انت مش قلت هنتعاون؟ فبيقول له لا كيفن هيقتلك، وبيبعته القطه، وبيروح بعد كده بين وبيفضل يضرب في كيفن وبيطحنوا على الاخر، بس كيفن بيكون عايز بوابه فراغ العدم عشان يفتحها، بس بين بيقول له انه نقلها، وفي اللحظه دي بيتحول بعد كده كيني وبيدخل من فتحه التكييف، وده بيشتت بين وكيفن بيهرب، وبيفضل بعد كده كيني يلوم بين لانه المفروض كان يثق فيه ويخليه قاتل وكان هيمسكوه، وبيمشي فورا من المكان وهو متضايق، وبيروح يقابل صاحبه كيفلين وبيفضل يقول له ان بوابه العدم اكيد بايظه لان كيفن هرب، وبيجي له فكره انه يصلح البوابه وهيكسب ثقه والده، وبياخد بعد كده كيفلين وبيروحوا يدوروا على بوابه العدم بعد ما اتنقلت، وبيدوروا في عربيه الجد ماكس، وعلى جانب تاني بنشوف بين وهو متضايق وبتقول له جوين ابنك محتاج انك تثق فيه وانه مش هيتعلم من غير ما يجرب ويغلط زي ما انت عملت وانت صغير. اما كيني وديفلين فبيلاقوا البوابه وديفلين بيقول له انت غبي، وبيفتح البوابه وبيتحول لشكله وبيطلع كيفن، والولد ده بيطلع ديفلين ابن كيفن، وبيشوفه قدامه الفضائي، فبيقول بين، فبيقول له لا ده ابنه ويلا نمشي، فبيقول له لا دي فرصتي ان انتقم من بين في ابنه، وبيروح بعد كده وبيمسك الولد، بس بيجي لجد ماكس وبيضربه وبيطيره، بس كيفن بيقدر يتمكن منهم، وبيجي بعد كده بين بيلاقيهم متكتفين، وبيظهر قدامه كيفن وبيقول له اخيرا اتقابلنا بعد سنين، وبيكون امتصت قوه فضائيين كتير جدا وتحول لوحش، وبيبدا يهجم على بين لحد ما بيضربه وبيفقده الوعي وكان هيخلص عليه، بس ابنه بيقول له لا انت اثبتت انك الاقوى يلا نمشي ونعيش حياتنا، فبيضربه وبيقول له لازم اخلص عليه، فبيتحول بين بعد كده وبيضرب كيفن، وابن كيفن بيهرب وبيحرر الجد ماكس نفسه، وبيتحول كيني وبيروح لوالده، واللي كيفن عمال ينزل في ضرب ومش رحمه، فبيتحول كيني الفضائيين كتير وبيفضل يضرب في كيفن لحد ما كيفن بيمسكه وكان هيخلص عليه، بس في اللحظه دي بيجي كيفلين وبيرمي كيفن وبيفضل يعتذر لكيني وبيقول له انه بس كان عايز يرجع ابوه من تاني ويعيشوا مع بعض وما يعرفش انه بقى وحش، وبيفضلوا الاتنين يقاتلوا كيفن، بس في النهايه كيفن بيقدر يهزمهم كلهم، فبيفوق بعد كده بينه وبيشوف ابنه وبيتعصب جدا وبيتحول وبيروح وبيفضل يضرب في كيفن بكل غل، وبيروح يطمن على ابنه فبيديله كره فراغ العدم عشان يحبسه، لكن في اللحظه دي بيوصل كيفن وبيضربه بس بتترمي عليه الكره وبيتحبس، وكيفلين ابنه هو اللي عمل كده وبيحاول انه يمشي من المكان بس الجد ماكس بيوقفه، فبيفتكر انه هيحبسه، وكيني بيقول له لا، فبيقول له لا انت اثبتت انك شخص كويس وايه رايك تنضم لينا، وده بيفرح كيني وكيفلين جدا وبيبقوا اصحاب. وبنرجع بعد كده للماضي وبنشوف جوين والجد ماكس وهم قاعدين على البحر، وبين كالعاده بيفضل يضايقهم لانه عايز حد يلعب معاه وهم قاعدين بس، وفي اللحظه دي بيظهر وحش عملاق وبيفضل يجري ورا بين، فبيحاول بين يتحول وبيتحول لفضائي جديد ومش عارف لسه قوته، وكل ما بيتشد بيتحول لنسخه تانية، وبيلاحظ ان كل ما نسخه منه بتتوجع التانية بتحس بده، فبيروح بعد كده وبيفضل يضرب في الوحش ده لحد ما بيرمي عليه شبكه وبيحبسه، بس بيفك نفسه وبيهرب فورا من المكان، فبينسخ بين بعد كده نفسه النسخ كتيره جدا، وبيفضلوا كلهم يلعبوا مع بعض بما انه مش لاقي حد يلعب معاه، لكن في اللحظه دي بيهجم عليهم وحش ضخم تاني واللي مسيطر عليه هو دكتور انيمو، وبيخطف نسخه من نسخ بين وبيهرب من المكان فورا، ولما الساعه شحنها بيفضى بين ما بيرجعش لطبيعته، وبكده لازم النسخ كلها تتجمع مع بعض. اما دكتور انيمو بالنسخه اللي هو خاطفها فبيكون عايز ياخد منها الدي ان ايه بتاع الساعه عشان يحول الوحوش بتاعته الفضائيين زي بتوع بين ويكتسب قوه كبيره ومحدش هيقدر عليه، بس بين بيفضل يستفز الطاير عشان يكسر الحاجز اللي هو موجود فيه، وباقي نسخ بين بيكونوا تتبعوه، واول ما بيقربوا الساعه بتنور وكلهم بيطيروا وبيتحدوا مع بعض وبيرجع بين لطبيعته وبيقع في الميه، لكن بيجي الوحش بتاع دكتور انيمو وبياخده وبيطير من المكان، بس ماكس
بيستخدم جهاز وبيطير وراه لحد ما بينقذ بين وكان هيقع، بس جوين بتستخدم سحرها وبتنقذه وبتخليه ينزل على السفينه بامان. والجد ماكس بعد كده بيفضل يضرب في الطائر ده لحد ما بيهزمه، بس في اللحظه دي بيظهر اخطبوط ضخم وبيفضل يهاجمهم، فبيتحول بين لابو جريد وبيتمكن من السفينه كلها وبيفضل يضرب في الاخطبوط وبيكهربه، بس الشحن بيفضى وبيرجع لطبيعته. وبيظهر بعد كده كمان دكتور انيمو وبيكون استنسخ ستينك فلاي من الساعه وبيقول له بقى هوريك النسخه الاحدث، وبيكون كمان اخد الدي ان ايه بتاع الفضائي الجديد ونسخ نفسه. فبيتحول بين للفضائي ده وبيفضل يهجم عليه بس مش قادر عليه خالص. فبتقول له جوين انت مش انضربت قبل كده وكل النسخ حست بده؟ انت دلوقتي مطلوب منك تهزم النسخه الاصليه والباقي هيختفوا. فبيروح بعد كده للاصل وبيفضل يضرب فيه وبيفجره وباقي النسخ بتموت ودكتور انيمو بيتهزم. وبعد نجاح مهمتهم دي بيروحوا يحضروا بعد كده فرح واحد قريبهم واللي اسمه جو على بنت اسمها كاميني، لكن اهاليهم ما بيبقوش موافقين على الجوازه دي لان عيله جو من البلامرز وعيله كاميني من الفضائيين. فبيمشي بعد كده بين من المكان وبيروح يقعد مع نفسه، بس فجاه بيلاقي عربيه بتقتحم المكان عشان تدمر الفرح وما يتمش. فبيتحول بيل لكيفل بولت وبيدمرها، بس الكراسي بتولع فبيحاول انه يطفيها باي طريقه بس ما بيعرفش. بس بيشوف قدامه البحيره وبيطفي بيها النار، بس بيظهروا عيله جون وبيفتكروه فضائي عايز يدمر الفرح. فبتيجي بعد كده جوين وبتعمل دخان لحد ما بين يرجع لطبيعته وبتنقذ الموقف. والعريس بيكون متضايق جدا ان اهله ماسكين سلاح في فرحه وبيقول لهم انهم يخفوه. وفي اللحظه دي بيروح بين وبيتتبع الشخص اللي هجم على العربيه، بس بيكون فضائي ضخم وبيضربه وبيهرب فورا في مواسير الصرف. اما ماكس فبيبدا يحكي لهم بعد كده ان عيله جوين وكاميني كانوا دايما في حروب ضد بعض لحد ما جون وكاميني حبوا بعض وقرروا انهم يتجوزوا، وكمان عشان ينهوا الحرب اللي دايما بين الاهالي. بس الاهالي مش عايزه الحرب تخلص وبيحاولوا انهم يبوظوا الجوازه. وفي اللحظه دي بيظهر حبيب كاميني القديمه واللي بيتحول وبيهجم على جون عشان يخلص عليه لانه اخد حبيبته، بس بيجي بينه وبيتحول وبيفضل يتقاتل معاه وبيتقاتلوا على السطح وعلى الميه لحد ما الشخص ده بيدوب وبيموت. وده بيعصب عيله جون جدا وبيكونوا عايزين الاسلحه بتاعتهم عشان لو حد ظهر تاني يتعاملوا معاه، بس بيقول لهم جون لا انتهى امره خلاص ولازم الفرح يتم. اما بين فبيحاول يتعلم الرقص لانه مطلوب منه يرقص في الفرح لكنه ما بيعرفش، بس بتيجي في اللحظه دي جوين وبيتعلمه وبيجي بعد كده ميعاد الفرح. بس عيله البنت بتكون متضايقه جدا وبيتحولوا لشكلهم الطبيعي وبيفضلوا يهجموا على اهل العروسه. فبيتحول بين وبيروح يهجم عليهم بس بيطيروه، والجد ماكس بيطلع بعد كده الاسلحه بتاعته وبيديها لعيله جون عشان يتعاملوا معاهم، وكله بيفضل يضرب في بعضه. وده بيعصب كاميني جدا وبتتحول لشكلها الاصلي وبتروح وبتهجم على عيلتها لانهم بوظوا فرحتها. بس بين بيرجع من تاني وابو وام كاميني بيتحدوا مع بعض وبيبلعوا بين، بس بالنار بتاعته بيدمرهم وبيرتاحوا من شرهم. والفرح بعد كده بيتم على خير، بس اثناء الفرح بين بيتزحلق وبيطلع في صور الفرح كده وهو شكله مسخره على الاخر. وتاني يوم بيصحى بين من البيت بيلاقي جوين قدامه بتقع وده بيفرحه جدا. بس في حاجه غريبه بتحصل، الجد ماكس بيقدم لهم اكل طبيعي مش جدود زي كل مره، وبيلاقي المره دي جوين عماله تتكلم معاه بلطف وما بتشتموش زي كل مره. وفي اللحظه دي بيجي مركبه فضائيه وبينزل منها 2، بس بين بيهزمهم بسهوله جدا وبيصلح كمان اتوبيس بنات كان متعطل والبنات بيعجبوا بيه جدا. وبيلاقي كمان عربيه محمله العاب بتعدي من قدامه وبتقع منها الكراتين بتاع سومو سلامر، فبيفرح بين جدا بس بيقول لجده انا عارف اننا لازم نرجعهم. بس الغريبه ان جده بيقول له لا احتفظ بيهم، والساعه كده بتفضل تنور ومش فاهم ايه اللي بيحصل. فبيقول له جده ما تقلقش شويه وهترجع لطبيعتها. وبيفضل بين بعد كده يلعب وهم بيقولوا له يرتاح وهيجهزوا له وجبه عشان ياكلها ويستمتع. بس في اللحظه دي بيظهر نسخه تانية من جوين وماكس وبيجروا على بين فورا، وجوين بتفضل تشتمه وبتقول له احنا في خطر يهطل، لكنه ما بيهتمش وبيفضل يلعب. والنسختين المزيفين بيخطفوهم وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض لحد ما بين بيشوفهم، والاصليين بياخدوا بعد كده بين وبيهربوا فورا من المكان وبيبداوا يشرحوا له اللي حصل وانه عدى بيوم سيء جدا مش مثالي زي ما هو شاف، وان فرسان الابديه خطفوه. فبيقول لها انت عبيطه ازاي وانا مش فاكر كل ده. فلسه ماكس هيشرح له، بس بتيجي عربيه بتدمر عربيتهم وبيكون في العربيه دي الملازم ستيل وبياخد بين وبيحذره وبيقول له انه دول مش عيلته، دول اتباع فيل جاكس. لكن في اللحظه دي بتظهر السفينه بتاع فيل جاكس وبينزل منها بنفسه وبيقول لستيل انت كشفتني برافو، بس مش هتعرف تهزمني انا اقوى منكم بمراحل. فبيتحول بعد كده بين وبيمسكه وبيفضل يضرب فيه وبيرميه على السفينه بتاعته وبيدمرها، لكنه بيرجع لبين من تاني وبيمسك سلاح فراغ العدم وبيقول انه هيحبسه. وقبل ما يضغط على الزناد بيجي بين وبيطيره وبياخد منه السلاح وبيفتح بوابه وبيحبسه وبيقول له طريق السلامه انت. فبيقول له ستيل مش قلت لك انهم تبع فيل جاكس؟ دلوقتي بعد ما هزمته لازم ترميهم هم كمان في فراغ العدم. بس جون بتقول له احنا عيلتك يهطل. فبيحبس بعد كده جنود ستيل وبيمسكه وبيقول له دول عيلتي لان محدش بيقول لي يهطل غير جوين. فبيتحول بعد كده لقائد فرسان الابديه وبيطلع كلام جوين وماكس صح
صح، وبيبدا يقول له احنا دلوقتي حابسينك في قلب عقلك، وانت دلوقتي في المقر بتاعنا، وحاولنا نشغلك باي طريقه لحد ما ناخد الأومنيتريكس منك، وساعتها ما حدش هيقدر علينا، بس دلوقتي هنعيشك اسوأ كوابيسك. وفجاه بيرجع بعد كده بيل شكله الطبيعي من تاني، فبيحاولوا انهم يهربوا من المكان باي طريقه. فبيظهر القائد بشكله الضخم وبيبدا يخوفهم، فبتقول له جوين ده قال لك انك هتعيش اسوأ كوابيسك، يا ترى ايه هي؟ وفجاه بيظهر في المدرسه وبين بيكون مرعوب وبيقول لهم يخرجوه من هنا لانه ما بيحبش الدراسه. فبتقول له هي دي اسوأ كوابيسك يا هطل؟ وبتبدا تشرح له بعد كده ان بعد ما الفرسان خطفوه حطوا عليه جهاز بيعيشه جوه احلامه، وهم كمان قدروا يعملوا جهاز ودخلوا لقلب احلامه عشان يعرفوا يوصلوا له ويحرروه من الوهم قبل ما ياخدوا الساعه منه. فبيفضلوا يدوروا بعد كده على اي طريقه يخرجوا بيها من هنا، وهوب فجاه بيلاقوا قدامهم كيفن وبيبدا يهجم عليهم، فبيخافوا جدا وبيهربوا من المكان، بس بيلاقوا نفسهم قدام الكمبيوتر بتاع المدرسه وفي اسئله لازم يجاوبوا عليها عشان يخرجوا. فبتجاوب جوين غلط والارض بتبدا تقع من حواليهم، فبيقول لها بين وسعي، وبيروح يختار حد بادي ويختار بطريقه عشوائيه واجاباته كلها بتطلع صح. وبيظهر قدامهم بعد كده المخرج، فبيحاولوا يخرجوا من المكان بس بيلاقوا كل اعداء بين قدامهم وبيمنعوهم. وبيقول له القائد انت دلوقتي مش في العالم الحقيقي، استحاله هتعرف تهزمنا. فبيقول له انت صح، انا دلوقتي جوه عقلي واقدر اعمل اللي انا عايزه. وبيتحول بعد كده لبطل خارق وبيفضل يضرب فيهم وبيهزمهم كلهم، وبياخد قائد الفرسان وبيطلع للفضاء وبيرميه في قلب الشمس، ولانه جوه عقله هو الوحيد اللي قادر يتحكم فيه. وفي العالم الحقيقي بيفضل القائد يقول لهم يشيلوا الساعه بسرعه قبل ما يصحى، بس هوب فجاه بيفوق بينه وبيتحول لاكسلريت وبيهجم عليهم بسرعه وبيفضل يضرب فيهم وبيهزمهم كلهم. وبياخد القائد وبيحطه في الجهاز عشان يعيش اسوأ كوابيسه، لكن فجاه القائد بيقوم من تاني وبياخد بين وبيحطه في الجهاز وبيقدر انه يخلع منه الساعه وبيلبسها، بس كل ده بيكون حلم اصلا لان بين حبسه في الجهاز بعد ما هزمهم. وفي اللحظه دي بيدخل الجد ماكس وجوين وبياخدوا بين وبيمشوا من المكان، وبيجي بعد كده الفرسان وبيشوفوا قائدهم وهو محبوس، وبيحاول واحد يشيل الجهاز منه بس بيوصل القائد الاعلى وبيقول له لا سيبه، هو خذلني قبل كده ويستحق اللي هو فيه دلوقتي، وانا هتعامل مع بين تنسن بنفسي. وتاني يوم بيجيب الجد ماكس بعد كده ولد اسمه كوبر، وده حفيد واحد صاحبه، وبيلاقي بين وجوين بيتخانقوا كالعاده عشان عايزين تذكره الفيلم. فبيقول لهم كوبر انه معاه تذكره زياده ممكن يديها لواحد منهم، فكلهم بيروحوا بيطبلوا له وكل واحد عايز التذكره. وعلى جانب تاني بنشوف اتباع زومبوزو واللي دلوقتي عندهم قائد جديد بينوم الناس تنويم مغناطيسي وبيهجموا على مكان كده عشان يسرقوا فلوس. وفي اللحظه دي الجد ماكس بيشوف كل اللي بيحصل، فبياخدهم بعد كده وبيروحوا للمكان اللي حصلت فيه السرقه، وبيكونوا الحراس متنومين تنويم مغناطيسي وبيفضلوا يضربوا نار على بين واللي معاه، لكنه بيتحول لاكسلريت وبسرعه بيقدر يهزمهم. بس في ناس تانية بيظهروا وبيضربوا عليهم نار، بس كوبر بيكون شغل الاله دي لانه خبير في الحاجات دي وبيهزمهم. وماكس بيحاول يعرفوا هم سرقوا ايه بس ما بيعرفش، وبيكونوا سرقوا مفتاح معين كده واللي بعتهم هو قائد فرسان الابديه. وفي اللحظه دي بيجي الماكس بعد كده اشعار تاني ان في هجوم بيحصل، فبيشغل ماكس بعد كده العربيه باقصى سرعته بعد ما كوبر عدلها وبيوصلوا لهناك. واول ما بيوصلوا هناك في شخص كده متحكم في الحشرات بيهاجمهم، والحشرات دي بتاخد كوبر بس الجون بتستخدم سحرها وبترمي عليهم تعويذه وبتنقذه، والشخص ده بيهرب من قلب المكان. فبيروحوا بعد كده عشان يدخلوا المبنى ويشوفوا ايه اللي بيحصل، بس في واحده بتهجم عليهم وبتقطع حبل الاسانسير بيهم، بس بين بقوته بيقدر يسيطر على المصعد وما بيحصل لهمش حاجه. وبيطلعوا فوق السطح بيلاقوا قدامهم تشارم كاستر، فبيستغربوا جدا كل الاشرار مجتمعين ليه. وبيظهر كمان دكتور انيمو وبيقول لهم المره دي مش هتفلتوا مني، وبيفضل يرمي طاقه على بن، والبنت دي بتفضل ترمي السحر على جوين، وتشارم كاستر بتتضايق من جوين انها بتستخدم سحرها، وكلهم بيفضلوا يتقاتلوا مع بعض. بس البنت دي بتقدر تلاقي المفتاح، وبيقول لهم بعد كده ماكس انهم ما يهربوش بالمفتاح لانه خطير جدا لازم يرجعوه. فبيروح بعد كده بين وبياخد المفتاح بس بيتحول وبيرجع لطبيعته، والبنت بتوقعه بس كوبر بياخد المفتاح، بس بيجي دكتور انيمو وبياخده منه وبيودعهم بعد كده الاشرار وبيهربوا فورا من المكان. وبيعرفهم بعد كده ماكس ان المفاتيح دي بتقدر تفتح مكان محبوس فيه مصدر طاقه، المصدر ده اقوى من الشمس باضعاف، وده لو حصل الكون هيكون في خطر مش الارض بس. فبيروحوا بعد كده للمكان اللي فيه مصدر الطاقه عشان يمنعوهم انهم ياخدوه، وبيوصلوا فعلا هناك بس بيلاقوا كل الاشرار هناك بقياده قائد الفرسان وبيقول لهم ويلكم بكم، وبيامرهم انهم يضربوا نار عليهم. بس ماكس بيحمل العربيه بتاعتهم فبيفضلوا يضربوا فيها بكل قوتهم لحد ما بيفتحوها فعلا وبيهجموا عليهم، بس بيكونوا هيلوجرام مش حقيقيين، وماكس سايب قنبله بتنفجر فيهم. وبيحاولوا يتسللوا بعد كده عشان يدخلوا جوه المكان، بس في واحد بيهجم عليهم لكن بين بيتحول وبيضربه وبيطيره. وفي حد كده بيهجم على كوبر وبتوصل له بعد كده جوين بتلاقيه واقف متنح، وبيقدر يتحكم بعد كده في الالات اللي قدامه وبيفتح باب وبيدخلوا جوه، وبين بيكون لسه بيتقاتل معاهم بره لحد ما شحن الساعه بيفضى، فبيهجموا عليه كل الاشرار
وجوين بتكون خايفة عليه. وفي اللحظة دي بيفعل بعد كده ماكس الأسلحة وبيفضل يضرب نار عليهم وبيطيرهم، وبياخد بعد كده بين وبيسحبوا جوه وبيقفلوا المكان عليهم عشان الأشرار دول ما يدخلوش وياخدوا مصدر الطاقة. وبيعرف بعد كده ماكس إن قائد الفرسان هو دريسكول، وده كان من البلامرز زمان لكنه كان بيستخدم التكنولوجيا لصالحه ويبيعها وياخد منها فلوس. وساعتها البلامرز طردوه وانضم بعد كده الفرسان الأبدية واشتغل معاهم كتير لحد ما وصل إنه بقى القائد بتاعهم. وبيقول لهم إن المكان ده كان مقر البلامرز وهو عارفه كويس وهيلاقي مكان يدخل منه. أما كوبر فبيقول لهم على قوته وبيفضل يصلح بعد كده روبوتات عشان تتصدى ليهم، وبيدي الماكس دراع خارق بيشيل بيه أي حاجة. فبيروحوا بعد كده عشان يطمنوا على مصدر الطاقة واللي بيلاقوه لسه في مكانه ومحدش خده. بس بيجي دكتور انيمو وبيقتحم المكان وبيهجم عليهم كل الاشرار، والآلات بتاع كوبر بتفضل تهجم عليهم بس بتبدل وبتهجم على الفريق بتاعنا لان الشخص اللي بينوم مغناطيسي يتحكم فيه، وجوين بتقدر تكهربه لحد ما بتفقده الوعي. وبيجتمع بعد كده الفريق وبيستخدموا كل قوتهم، وبتروح جوين تتقاتل مع تشارم كاستر، وبين بيفضل يضرب في الاشرار دول وبيهزمهم. والجد ماكس بيحاول يوقف قائد الفرسان بس ما بيعرفش، وبيروح بالمفتاح وبياخد مصدر الطاقة وبيسيب بعد كده الاشرار وبيمشي من المكان. بس بين وجوين بيتذاكوا وبيقولوا لهم مين فيكم القائد، وبيشككوهم في بعض عشان يتخانقوا مع بعض. وقائد الفرسان كان هيهرب بس بين بيهجم عليه وبيدمر عربيته، فبياخد مصدر الطاقة وبيحطها في البدلة بتاعته وبيفضل يضرب طاقة على الجبل وبيوقعه على بين. وجوه بيكون الاشرار بيهجموا على ماكس وجوين بس بيقدروا يتعاملوا معاهم، وجوين بتحبسهم بعد كده مكان مركز الطاقة. وبين بيتحول بعد كده لابتشاك وبيفضل ياكل حاجات كتير ويضرب طاقة على قائد الفرسان بس مفيش اي حاجة محوقة فيه، فبياخد بعد كده مصدر الطاقة وبيبلعه وبيضرب عليه طاقة كبيرة وبتدمره. بس الطاقة دي بتكون لسه شغالة وبتعمل اعصار كبير كده وكانت هتدمر المكان. فبيطلع بعد كده الجد ماكس البن وبيكون هزم القائد ومحاه خالص من الوجود وخلصوا من شره. وبعد انتهاء مهمتهم بياخد بعد كده كوبر وبيرجعوا البيت، فبيقول له بين وجوين فين التذكرة وهتديها لمين فينا، بس طلع كل ده كان بيشتغلهم اصلا ومفيش تذكرة، وعمل كده عشان يتكلموا معاه وما يبقاش وحيد. فبيقولوا له عيل اهطل وبيسيبوه وبيمشوا. وبتعدي الايام وبنشوف بعد كده واحد بيخطف منطاد من المدينة، فبيجي بينه الفريق وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيهزموه. بس في اللحظة دي بيقول الجد ماكس ان الاجازة خلاص خلصت وانكم لازم ترجعوا بقى المدرسة، انتهت المغامرة. وبياخد بعد كده بينه وبيوصله للبيت وبيودعوا جده وبيقول له الام تريكس خليه سر وما تعرفش اي حد بيه. وبيجي بعد كده والده ووالدته وكانوا وحشينه جدا، وبيودع جوين وبيدخل للبيت وبيلاقوا اوضته متبهدله من اخر مره سابها، فبيتحول لاكس لاريط وبينضفها في ثانيه. وتاني يوم بيروح بعد كده المدرسه وبيدخل جوه، بيشوف متنمرين بيضايقوا الولد ده، ولما بيحاول يتدخل بيرموا عليه عصير. وكل المدرسه بتفضل تتكلم على الفضائيين اللي بينقذوا الناس وما يعرفوش ان هو بين. وفي اللحظه دي بتهجم آلات فيل جاكس على المدرسه بس بيتحول بين وبيفضل يضرب فيهم وبيدمرهم. وبيوصل ماكس بعد كده وبيساعده وبياخده عشان يرجعوا البيت، لكنه بيلاقيه متدمر على الاخر وفيل جاكس هناك وماسك ابوه، وده بيعصب بين جدا وبيتحول وبيضربه وبياخد ابوه. بس آلات فيل جاكس بيفضلوا يهاجموا المدينه، فبيجي جوين وماكس بالاسلحه بتاعتهم وبيتعاونوا كلهم وبيفضلوا يدمروا فيهم. والمتنمرين دول بيشوفوا بين وبيعرفوا ان هو البطل الخارق، وبيظهر بعد كده فيل جاكس فبيتحول بين وبيروح يضربه بس ما بيأثرش فيه وبيطيره. بس والد بين بيقول له انا عندي فكره، وبينزل لقلب مواسير الصرف وبيستدرك فيل جاكس تحت، وبيشغلوا بعد كده الغاز وبيضربوه وبيفجروا فيل جاكس وبيهزموه. وبيروح بعد كده بين للمتنمرين دول وبيعلقهم وبياخد حقه منهم. ولما بيروح المدرسه تاني يوم بيحترموه لانهم عرفوا انه قوي، وبيدخل جوه الفصل وبيتفاجئ ان جوين انضمت للمدرسه بتاعته. ودي كانت نهايه بين 10 كلاسيك، وان شاء الله قريب نلخص الين فورس والتيمات الين. اشوفكم الفيديو الجاي.